فاكرين انتوا طبعا الزيت اللي بتعدي العربيه كل شويه كيلو الزيت ب 12 جنيه، اللي عندها زيت بواقي مش عارف ايه ب 12 جنيه بنشتري كيلو الزيت. فاكرين انتوا الحوارات دي طبعا صح؟ كلنا بنبقى قاعدين في البيت وبنسمع العربيات اللي بتعدي في الشارع كيلو الزيت ب 12 جنيه وبواقي زيت السمك وبواقي زيت مش عارف ايه، وبيضحكوا على الناس ويقولوا لهم ان هم بيعملوا منها صابون والكلام ده. تعالى بقى اخدك جوله كده واوريك الزيت ده بيتعمل ايه بيه يا باشا. عارف الجراكن دي؟ هتعدي على اي مطعم فول وطعميه هتلاقي على باب المطعم وجوه المطعم جيركنين 3 4 من الجراكن دي. ايه اللي بيحصل يا باشا في الزيت ده؟ الزيت ده بيتاخد بيتعمل له حاجه اسمها غسيل بنسبه معينه من الميه بترجع تتصفى تاني ويتعبى في جراكن ويتباع بتاع الفضائح اللي هو حضرتك احنا بنرجع ناكل منه تاني بقى بطاطس والبتنجان والطعميه وتاكل السندوتش من هنا تلاقي صدرك ولع نار تبقى مش فاهم ليه، بسبب ان الزيت ده يا باشا اصلا معمول بيه بقى قبل كده سمك ومعمول بيه قبل كده فراخ ومعمول بيه قبل كده مصايب سودا ومتجمد ومتفك تاني ومتعبي في جراكن ومتكرر وطالع عين اهله، واحنا كمواطن بنطفح ومش فاهمين، ويجي بتاع الطعميه يقول لك سندوتش طعميه بقى ب 5 جنيه عشان الزيت غالي، وهو طبعا